في يوم من الأيام إنجلترا كان عندها لاعب الكل كان شايف إن هو ده اللي هيرجع أمجاد إنجلترا من تاني، سريع وهداف والجماهير بتحس بالسحر طول ما الكرة في رجله. هداف الدوري الإنجليزي مرتين على التوالي، فاز بالبالون دور وهو عنده 22 سنة بس، وهو آخر لاعب إنجليزي يفوز بيها لحد دلوقتي. لعب مع ريال مدريد في جيل الجالاكتيكوس التاريخي، وبدأ مسيرته على الأنفيلد وأنهى مسيرته في الأولد ترافورد. في بداية مسيرته كان أكتر لاعب محبوب عند جماهير ليفربول، وفي نهاية مسيرته كان اللاعب الأكثر كرها عند نفس الجماهير. هكلمك النهارده عن امير انجلترا مايكل اوين. يلا بينا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا نصار. مايكل اوين اتولد في انجلترا سنة 79. ابو اوين كان تيري اوين، وكان لاعب كرة برضه، وكان بيلعب مهاجم، بس مسيرته كلها ما لعبش في اندية كبيرة غير ماتشين لعبهم مع ايفرتون. المهم نرجع لمايكل اوين. وهو في المدرسة اوين كان مكسر الدنيا، وكان احسن طفل بيلعب كرة هناك، عشان كشافين نادي ليفربول يشوفوه ويقرروا يضموه لاكاديمية ليفربول وهو عنده 11 سنة بس. اوين كان معجزة في اكاديمية ليفربول، وكان بيلعب مع الفئات السنية اللي اكبر منه دايما. المدربين في الاكاديمية كانوا شايفين ان مايكل اوين هو اللي هيبقى نجم ليفربول وهدافها الاول، فكانوا بيجهزوه عشان يبقى النجم الاول في الفريق. وفعلا اول ما مايكل اوين تم 17 سنه وقع اول عقد احترافي ليه مع ليفربول. اول ماتش لمايكل اوين مع ليفربول كان في موسم 96 97، وكان في الماتش اللي قبل الاخير في الدوري قدام ويمبلدون. مايكل اوين ينزل كبديل ويسجل في اول ظهور ليه. اوين كان عنده حاجه دايما بتشد جماهير ليه من اول ماتش يلعبه، والناس في ليفربول حاسه فعلا ان هو نجم ليفربول الجاي. ونروح لموسم 97 98، مايكل اوين بقى خلاص اساسي مع ليفربول، وده بعد ماتشين بس لعبهم الموسم اللي فات. جماهير ليفربول وانجلترا كانوا مبهورين بمايكل اوين بطريقه غير طبيعيه. مايكل اوين كان سريع جدا، وكان هداف، وكان عنده هدوء غير طبيعي مقارنه بسنه الصغير. اوين ما احتاجش وقت كبير عشان يظهر نفسه في الدوري الانجليزي، لانه وهو لسه ما كملش ال 20 سنه، وفي اول موسم ليه في الدوري الانجليزي يفوز بجائزه هداف الدوري الانجليزي برصيد 18 هدف، ده غير 12 هدف صنعهم في الدوري. واجمالا الموسم ده مايكل اوين سجل 23 هدف وصنع 14 هدف، وتم استدعاء مايكل اوين لكاس العالم 98. بص انا مش هتكلم كتير عن مشوار انجلترا في البطوله، لان لسه قايله بالتفصيل في الحلقه اللي فاتت. المهم مايكل اوين يسجل هدف في رومانيا وقدام الارجنتين. اوين يسجل هدف عالمي. اوين سجل في الارجنتين بعد ما رقص دفاع الارجنتين كله يعتبر. وفي بالون دور 98، وفي اول ترشيح لمايكل اوين، مايكل اوين يبقى في المركز الرابع في البالون دور، وده دليل انه قدر يثبت نفسه بسرعه البرق. ونروح لموسم 98 99. مايكل اوين كان داخل الموسم كنجم ليفربول الاول، وفي ناس كانت شايفه انه كمان نجم انجلترا الاول. مايكل اوين بدا الموسم بشكل قوي، سجل هدف وصنع هدف قدام ساوثهامبتون في اول ماتش في الدوري، وسجل هاتريك قدام نيوكاسل في الماتش الثالث، وسجل سوبر هاتريك في نوتنجهام، وكان ماشي بشكل كويس جدا في الدوري لحد ماتش ليدز في الجوله 33. مايكل اوين يتصاب بتمزق في العضله الخلفيه ويغيب لاخر الموسم، بس ده ما يمنعش مايكل اوين انه يفوز بهداف الدوري الانجليزي للمره الثانيه على التوالي برصيد 18 هدف. واجمالا الموسم ده مايكل اوين سجل 23 هدف وصنع 7 اهداف. ونروح لموسم 99 2000. الموسم ده للاسف مايكل اوين فضل متاثر بالاصابه فتره، وغاب الموسم ده عن 11 ماتش في الدوري. مايكل اوين ما يسجلش غير 11 هدف بس في الدوري، واجمالا اوين سجل 12 هدف وصنع 3 اهداف، وتم استدعاء مايكل اوين ليورو 2000 وقدر انه يسجل هدف في رومانيا. ونروح لموسم 2000 2001، الموسم التاريخي لمايكل اوين. على الرغم من غياب مايكل اوين عن 9 ماتشات في الدوري، بس مايكل اوين قدر يسجل 16 هدف في الدوري، وليفربول يفوز بالاف اي كاب، وفي النهائي قدام ارسنال مايكل اوين يقلب تاخر ليفربول بهدف لفوزه بهدفين مقابل هدف. وصحافه انجلترا وقتها قالت على النهائي ده نهائي مايكل اوين. وكمان ليفربول تفوز بالكاراباو كاب. وفي كاس الاتحاد الاوروبي اللي هو اليوروبا ليج دلوقتي، مايكل اوين سجل هدفين في روما في دور ال 16، وفي ربع النهائي يسجل هدف في بورتو، وفي النهائي قدام الافيس اوين يصنع هدفين وليفربول تفوز بكاس الاتحاد الاوروبي، ومايكل اوين يفوز بكاس الاتحاد الاوروبي مع ليفربول. واجمالا الموسم ده مايكل اوين سجل 24 هدف وصنع 7 اهداف في كل المسابقات. وكان في ماتش هو يمكن الاشهر لاوين الموسم ده، وهو قدام المانيا في التصفيات. انجلترا بتلعب المانيا على ارض المانيا، ومايكل اوين يسجل هاتريك تاريخي في المانيا وفي الحارس التاريخي اوليفر كان. وبعدها مايكل اوين يفوز بالبالون دور وهو عنده 22 سنه بس، وكان اول لاعب انجليزي يفوز بالجائزه من ساعه كيفن كيجان اللي فاز بيها سنه 79، وهو لحد دلوقتي اخر لاعب انجليزي يفوز بالجائزه. ومن بعدها مايكل اوين بقى بيتم النظر ليه كاسطوره
انجلترا الاول، ومع انجلترا هتقدر تحقق الامجاد تاني. ونروح لموسم 2001 2002. في بدايه الموسم ليفربول يفوز بالسوبر الاوروبي بعد ما فاز 3-2 على بايرن ميونخ، ومايكل اوين كان نجم الماتش ده بعد ما سجل هدف وصنع هدف، وليفربول فاز بالسوبر على حساب اليونايتد بنتيجه 2-1، ومايكل اوين سجل في الماتش ده. ليفربول كان بينافس على الدوري الموسم ده، وطبعا مايكل اوين كان ليه دور كبير، وكان هداف ليفربول ومنقذ ليفربول، بس للاسف الاصابات والارهاق البدني ما سابوهوش في حاله. مايكل اوين غاب عن 9 ماتشات في الدوري الموسم ده. ليفربول قدرت انها تكون في المركز الثاني في الدوري، ومايكل اوين سجل في الدوري 19 هدف، واجمالا الموسم ده اوين سجل 28 هدف وصنع 7 اهداف. وتم استدعاء مايكل اوين لكاس العالم 2002. وعلى فكره اوين كان احسن لاعب في انجلترا في المونديال. مايكل اوين صنع هدف في المجموعات ضد الارجنتين، وسجل في الدنمارك في دور ال 16، وسجل في البرازيل في ربع النهائي. ونروح لموسم 2002 2003. الموسم ده ليفربول في الدور الاول كان حاجه، وفي الدور الثاني كان حاجه تانية خالص. ليفربول في اول 14 ماتش في الدوري قدر يفوز في 9 ماتشات وتعادل 4 ماتشات وما خسرش غير ماتش واحد بس، ومايكل اوين كان ليه دور كبير جدا. بس بعد الماتش ال 14 في الدوري ليفربول ينهار ويخسر 4 ماتشات متتاليه، ويستمر في عدم الفوز في 11 ماتش متتالي. وفي نهايه الموسم ليفربول ياخد المركز الخامس في الدوري، ومايكل اوين سجل 19 هدف في الدوري. يمكن الحسنه الوحيده لليفربول الموسم ده هو فوزهم بكاس الكاراباو على حساب مانشستر يونايتد بعد الفوز عليهم 2-0، ومايكل اوين سجل هدف في الماتش ده. ونروح لموسم 2003 2004. مايكل اوين كان داخل الموسم ده وفاضل في عقده سنه واحده بس، وكان متردد في انه يجدد عقده مع ليفربول بسبب انه شايف ان النادي مش بيدعم الفريق بشكل كويس، وعلى الناحيه الثانيه في انديه زي اليونايتد وارسنال ناجحين وبيفوزوا بالدوري. مايكل اوين غاب الموسم ده عن 8 ماتشات للاصابه. ليفربول تبقى في المركز الرابع في الدوري، ومايكل اوين قدر انه يسجل 16 هدف في الدوري، واجمالا مايكل اوين سجل 19 هدف وصنع 6 اهداف. وتم استدعاء مايكل اوين ليورو 2004، وقدر يسجل هدف ويصنع هدفين في اليورو. وزي ما قلت لك مايكل اوين فاضل في عقده سنه، يعني يا ليفربول تجدد له يا تبيعه. المشكله كانت في ايه بقى؟ كانت في اختلاف وجهات النظر بين الطرفين. مايكل اوين كان عايز يضمن مشروع قوي ينافس على البطولات محليا واوروبيا، وليفربول بتقدم له اعلى مرتب في الفريق بس من غير وعود بتدعيمات كبيره. وضيف لده ان مايكل اوين كان حاسس ان مسيرته هتتجمد لو فضل في ليفربول اكتر من كده. مين بقى اللي كان بيراقب من بعيد؟ ريال مدريد، اللي كان وقتها عنده جيل جالاكتيكوس مليان نجوم وعايز يزود عليهم نجم كمان مع بالون دور. وفعلا ريال مدريد يشتري مايكل اوين ب 12 مليون يورو، والخبر ده يبقى صدمه لجماهير ليفربول. جماهير ليفربول كانت منقسمه، منهم اللي كان شايف ان اوين خان النادي وسابه في عز احتياجه ليه، والنص التاني شايف ان ده حلم اي لاعب ومن حقه يروح ريال مدريد. وحتى صحافه انجلترا كانت منقسمه، في منها كتب ان اوين ادى ظهره لليفربول، وعناوين تانية قالت ان مايكل اوين رايح يحقق حلمه. ورسميا انتهت حقبه تاريخيه لمايكل اوين مع ليفربول، ورايح ريال مدريد عشان يبدا فصل تاريخي. ونروح لموسم 2004 2005، الموسم الاول لمايكل اوين مع ريال مدريد. مايكل اوين وقتها كان بيلعب في نفس مركزه راؤول ورونالدو الظاهره. مشكله ريال مدريد بقى وقتها ان عنده هجوم قوي جدا بس دفاعيا صفر، وكان في تخبط كبير في موضوع المدربين، وده اثر على مايكل اوين بشكل كبير. ناس كتير فاكره ان هو فشل مع ريال مدريد بشكل كبير، هقول لك لا، مايكل اوين كل ما كان بيلعب كان بيحط بصمته، وكان معدل التسجيل بتاعه عالي جدا. يعني هتلاقي انه سجل 13 هدف في الدوري في 1879 دقيقه بس. واجمالا مايكل اوين سجل 16 هدف وصنع 4 اهداف. وفي الصيف مايكل اوين يحس انه غلط انه ساب ليفربول، وانه عايز يرجع لهم من تاني ويرجع للدوري الانجليزي من تاني، ولقى ان ليفربول فازت بدوري الابطال وبقت فريق قوي. وفعلا مايكل اوين كلم ليفربول عشان يرجعوه، بس قالوا له احنا عايزينك بس للاسف مش هنخش مزايده عليك. وريال مدريد كان من الاخر عايز يكسب في مايكل اوين، وفعلا نيوكاسل يشتري مايكل اوين ب 25 مليون يورو. وللاسف مايكل اوين ما كانش سعيد وكان نفسه يرجع ليفربول تاني. وحتى طلعت اخبار ان مايكل اوين حط بند في عقده ان لو ليفربول حب يشتريه بمبلغ معين في نص الموسم يروح ليفربول على طول. بس على الجنب التاني جماهير نيوكاسل كانت فرحانه جدا بمايكل اوين، وحضرت تقديمه 20,000 مشجع في ملعب سانت جيمس بارك عشان يشوفوا مايكل اوين وهو بيتقدم بالرقم 10، وكل حلمهم يلعب جنب الاسطوره الان شيرر ويرجعوا امجاد النادي من تاني. ونروح لموسم 2005 2006، الموسم الاول لمايكل اوين مع نيوكاسل. مايكل اوين بدأ الموسم بشكل كويس، سجل 7 اهداف وصنع هدف في اول 11 ماتش في الدوري، والجماهير بقت حاسه انها داخله على موسم تاريخي. بس للاسف مايكل اوين يتصاب بكسر في مشط القدم ويغيب لاخر الموسم، وللاسف دي تكون بدايه النهايه لمايكل اوين. وتم استدعاء مايكل اوين لكاس العالم 2006، وفي ماتش السويد في دور المجموعات مايكل اوين يقع على الارض من غير اي احتكاك، والفحوصات تبين ان مايكل اوين جاله قطع في الرباط الصليبي. للاسف الاصابه دي اثرت على مايكل اوين بشكل كبير وما بقاش سريع زي الاول. حتى هو نفسه قال اني كنت ببص في
المرايه ومش شايف نفس المهاجم اللي كنت عليه قبل الاصابه. ونروح لموسم 2007 2008، مايكل اوين يقدر يرجع للتهديف تاني ويسجل 11 هدف في الدوري، بس برضه الاصابه ما رحمتوش وغاب عن ماتشات كتيره في الدوري. ونروح لموسم 2008 2009، الموسم الكارثي لنيوكاسل. نيوكاسل للاسف تهبط للدرجه الثانيه. اخر ماتش في الدوري كانت الدموع في عين مايكل اوين. الفريق والجماهير اللي حطت عليه امال كبيره وقت تقديمه خذلها وما عرفش ينقذ الفريق، وينتهي عقد مايكل اوين مع نيوكاسل رسميا. وفي الصيف وبعد انتهاء عقد مايكل اوين مع نيوكاسل كان لسه عنده 29 سنه وشايف انه لسه قادر يكمل، بس الناس كانت شايفه انه خلاص انتهى والاصابات دمرته. مايكل اوين عرض نفسه تاني على ليفربول على امل انهم يرجعوه ولو حتى هيبقى بديل، بس ليفربول وقتها كان عندهم فرناندو توريس وكان في عز تألقه. وفي عز ما مايكل اوين مستني مكالمه ليفربول، جت مكالمه من حد غير متوقع. العدو اللدود لليفربول السير أليكس فيريكسون يكلمه ويقول له انا عايزك معايا في مانشستر، ومايكل اوين يوافق من غير تفكير في العواقب وايه اللي هيحصل بعدها من جماهير ليفربول. مايكل اوين ما صدقش نفسه لما جاله عرض مانشستر يونايتد. مايكل اوين قال انا كنت فاكر ان هيجي لي عرض من فرق منتصف جدول، بس جالي مانشستر ودي فرصه لاي حد. وكمان مايكل اوين كان عايز يختم مسيرته بلقب كبير، خاصه انه معهوش ولا دوري انجليزي ولا دوري ابطال اوروبا. ورسميا مايكل اوين في مانشستر يونايتد، ودي كانت صدمه كبيره لجماهير ليفربول. جماهير ليفربول اتجننت من اللي حصل وصحافه انجلترا كلها اتقلبت، وخلاص مايكل اوين بعد ما كان امير ليفربول ومعشوقهم الاول بقى اكبر خاين في تاريخهم. وفي موسم 2009 2010 مايكل اوين يفوز بالكاراباو كاب مع مانشستر بعد الفوز على استون فيلا 2-1، ومايكل اوين سجل هدف في النهائي. وفي الدوري مايكل اوين سجل 3 اهداف، ويمكن اشهرهم هو هدف الفوز قدام السيتي في الديربي في اخر دقيقه. ونروح لموسم 2010 2011، للاسف مايكل اوين يغيب عن معظم الموسم للاصابه، بس الحاجه الحلوه بقى في الموسم ده ان مايكل اوين يفوز بالدوري الانجليزي للمره الاولى في تاريخه. وفي موسم 2011 2012 مايكل اوين يغيب عن الموسم كله للاصابه وما يلعبش غير 4 ماتشات بس، وبعد نهايه الموسم ينتهي عقد مايكل اوين رسميا ويرحل عن اليونايتد. وبعدها مايكل اوين يروح ستوك سيتي يلعب هناك لمده موسم ويعلن اعتزاله كره القدم في سن ال 33. حاله مايكل اوين هي حاله فريده من نوعها. مسيرته بدات بشكل قوي جدا، بس في وقت قصير قرر انه يمشي من ليفربول والاصابات المتكرره دمرت كل ده. وللاسف مايكل اوين اتحول من امير ليفربول لاكبر خاين في تاريخهم. مايكل اوين سجل خلال مسيرته 222 هدف مع الانديه اللي لعب لها، وصنع 60 هدف، وسجل 150 هدف في الدوري الانجليزي، وهو الهداف رقم 11 تاريخيا للدوري، ده غير 40 هدف سجلهم لانجلترا. وفي النهايه شايف مايكل اوين فعلا خان ليفربول ولا ظروف مسيرته وقتها اللي اجبره انه يلعب لليونايتد؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس، وقول لي تحب اتكلم عن مين الحلقه الجايه.